نحييكم أعزائي المشاهدين، نقدم لكم أخبار الفن اليوم. إصابة بدر ومؤامرة للتخلص من جليلة. أحداث الحلقة 25 من مسلسل وننسى اللي كان. شهدت الحلقة 25 من مسلسل وننسى اللي كان تطورات درامية، حيث تصاعدت حدة الصراعات بين الأبطال لتكشف عن مخططات يستهدف الفنانة ياسمين عبد العزيز. تعرف على موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل علي كلاي. يترقب الجمهور عرض الحلقة 26 من مسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه على قنوات DMC في تمام الساعة 10 إلى ربع مساء، والإعادة 6:30 صباحا، وإعادة ثانية 4 إلى ربع عصر اليوم التالي. تعرف على مواعيد عرض مسلسل حكاية نرجس بطولة ريهام عبد الغفور. ينتظر الجمهور عرض الحلقة 11 من مسلسل حكاية نرجس بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر عرضه على قنوات DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 9 إلى ربع صباحا، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10 إلى ربع مساء، ويعاد 4 وربع مساء. أحداث الحلقة 26 من مسلسل المداح. حمادة هلال يصل للزمردة الرابعة. عرضت الحلقة 26 من مسلسل المداح، وكشفت الأحداث وصول صابر المداح للزمردة الرابعة بمساعدة دكتور رجائي، هذا إلى جانب ظهور أحمد بدير كضيف شرف بالحلقة. أحمد حلمي يتهم مدير منزله بالنصب عليه عبر فواتير وهمية. اتهم الفنان أحمد حلمي مدير منزله بالنصب عليه من خلال تقديم فواتير وهمية والحصول على مبالغ مالية نظيرها. وأكد أحمد حلمي في بلاغه أنه تعرف على المشكو في حقه في إحدى الدول العربية، وقام بسداد ديونه والتي بلغت 600,000 جنيه مصري، واستخدمه للعمل كمدير للمنزل، واتهمه بتحريض سائقه الخاص بالنصب عليه بنفس الطريقة.